سلام، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف ديال الناس كيعانيوا منه ولكن ما كيعرفوش. الوغ كيف ما كتعرفوا كاين الناس كياكلوا غير شويه ديال الماكله وكتلقاهم غلاضين، يعني الوزن ديالهم زايد وكيتزادوا بالزربه في الوزن ديالهم. وكاين الناس كياكلوا مزيان، كياكلوا بزاف د الماكله في النهار ديالهم، مع ذلك كتلقاهم ضعافين وما كيتزادوش في الوزن وكيقدروا ينقصوا في الوزن ديالهم. بزاف ديال الناس كيعانيوا منه وما كيعرفوش. كاع البنات اللي عندهم مشكل ديال ضعف الوزن، نقص في الوزن، ما كيغلاضوش، كيعياو ما ياكلوا، كيعياو ما يديروا في الادويه، تيعياو ما يديروا بزاف ديال المسائل وبزاف ديال الوصفات باش يغلاضوا، ما كيغلاضوش. هنا راه عندكم سوء امتصاص الامعاء، يعني حتى حاجه ما غتنفع معاكم من غير انكم خصكم تعالجوا هذا المرض هذا، وبالتالي ان شاء الله غادي تعالجوا والجسم ديالكم غادي يستافد من داكشي اللي كتاكلوا وغادي تغلاضوا، الامور ان شاء الله غادي تتحسن. الوغ كيف ما قلنا قبل ما نمشيو ونشوفوا الفيديو ديالنا، ما تنساوش تعملوا لي جيم الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتخليو اي سؤال عندكم تكتبوه في التعاليق، لان صراحه ملي كنلقى تفاعل تيعجبني الحال وكنزيد هكا نجاوبكم على الاسئله ديالكم وسنزيد نحط الفيديوهات. نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، بكم ان شاء الله غادي نزيدوا لقدام. كيف ما قالوا بزاف ديال البنات انا عزيزه عليكم، حتى نتوما عزازين عليا، وبزاف ديال الناس على ودكم تيخليوني انني نزيد نتشجع ونزيد نحط بزاف ديال الفيديوهات اللي غتستافدوا منهم ان شاء الله. شنو المشكل هنا؟ المشكل هو سوء امتصاص الامعاء. ما معنى سوء امتصاص الامعاء؟ يعني معنى ديال سوء امتصاص الامعاء يعني هو خلل او اضطراب في امتصاص المواد الغذائيه بحال البروتينات، الدهنيات، الفيتامينات من طرف الامعاء دقيقه الى الجسم. يعني الامعاء ديالنا ما كيخليوش دوك المواد الغذائيه، الفيتامينات والبروتينات وكاع داكشي اللي غيستافد منه الجسم ديالنا، الامعاء الدقيقه ما كيخليوش داكشي يدوز للدم. داكشي كيدوز لينا كيمشي كاع هذوك المواد الغذائيه، الفيتامينات، البروتينات، الدهنيات، داكشي اللي غيستافد منه الجسم كيمشيو للفضلات، وبالتالي ما كيستافدش منه الجسم ديالنا. وبهذا كنلقاو الانسان كينقص في الوزن ديالو ولا ضعيف بزاف، لان الجسم ديالو من هذيك الماكله كامله اللي كناكلوها الجسم ديالنا ما كيستافدش منها، حيت الامعاء ما كيقوموش بالوظيفه ديالهم. الامعاء بحال اللي نشرح لكم باش تفهموا مزيان، بحال واحد الغربال، خاصهم يكونوا بحال واحد الغربال رقيق اللي يدوز لينا دوك المواد الغذائيه الدقيقه ويخلي لينا ديشي الفضلات اللي غادي يخرجوا على برا اللي ما غيستافدش منهم الجسم. دونك هنا الامعاء ما كيقوموش بهذه الوظيفه وكيجمعوا كل شيء، ما كيخليو حتى حاجه تدوز للدم ديالنا. نتعرفوا على شنو هما الاسباب ديال هذا المرض هذا ديال سوء امتصاص الامعاء. من بين الاسباب هو اننا كنكونوا متبعين واحد النظام غذائي غير صحي، كناكلوا ماكله غير صحيه، كناكلوا ماكله الزنقه، كناكلوا المقلي، ما كناكلوش الخضر، ما كناكلوش الفواكه، ما كناكلوش الحوايج اللي غيستافد منهم الجسم. ثاني حاجه هو الاصابه بالتهاب الجهاز الهضمي او الجدار ديال الامعاء. ملي كيكون عندنا واحد الالتهاب في المعده وفي الجهاز الهضمي، سواء في المعده ولا في الامعاء، هنا تيوقع لنا هذا المشكل هذا ديال سوء امتصاص الامعاء. الناس اللي كياكلوا التوابل بزاف، كياكلوا العطريه فوق القياس، والناس اللي كياكلوا الحار حتى هما كيعانيوا من هذا المشكل هذا، حتى هما كيقدروا يتصابوا بهذا المرض. الناس اللي وحتى الناس اللي عندهم نقص في لا فيتامين B12 او لا ما كيقدروا يتصابوا بهذا المرض هذا. وكيف ما كنعرفوا هذا الفيتامين هذا هو اللي كيساهم في زياده الوزن وعنده بزاف ديال الفوائد على الجسم ديالنا، وتقريبا هو اغلى فيتامين كاين ونادر ما كنلقاوش كيتباع. الناس اللي كيشربوا الادويه بزاف، يعني بدون سبب كيشربوا الدويات بزاف، غير مرض ضر راسو كيمشي ياخذ الدواء بكثره بدون استشاره طبيه، وخاصه الناس اللي كياخذوا لي زونتيبيوتيك. هذا النوع هذا حتى هما كيقدروا يتصابوا بسوء امتصاص الامعاء، وبالتالي هنايا كيضعفوا وكينقص الوزن ديالهم وكيعانيوا من بزاف كذلك من بين الاسباب ديال هذا المرض هذا هو الناس اللي عندهم مشاكل في حياتهم، عندهم اضطرابات نفسيه، عندهم قلق، عندهم اكتئاب، عندهم مشاكل في حياتهم، ما مرتاحينش، كذلك كيقدروا يتصابوا بهذا المرض هذا. بالنسبه للاعراض ديال هذا المرض هذا، باش تعرف راسك مريض عندك سوء امتصاص الامعاء ولا خلل في امتصاص الامعاء، يعني كاين بزاف ديال الاعراض. يقدر يكون عندك واحد، يقدر يكون عندك جوج، يقدر يكونوا عندك كاملين. دونك هنايا اول حاجه هو الوزن ديالك كينقص، يعني كتنقص في الوزن بزاف، كتضعف، الجسم ديالك كيضعف. ثاني حاجه كيكون عندك الام، تقلصات في البطن ديالك، كيجيك الحريق في الكرش ديالك، كتلاحظ بان كرشك منفوخه بزاف،
دايره بحال البالون، وكيكونوا عندك الغازات. ان الانسان كيطاط الغازات على برا بزاف، كيقدر يجيك الاسهال، واسهال تيكون مزمن، يعني كيجيك اكثر من اسبوع. وكتلاحظ حتى الوجه ديالك طال، يعني شاحف، وجهك شاحف ناشف جاف، عندك الوجه ديالك عندك بشره جافه، الوجه ديالك جاف. هادو تقريبا هما الاعراض اللي كيكونوا عندك باش كتعرف راسك راه عندك سوء امتصاص الامعاء. واهم حاجه باش كيبان عندك سوء امتصاص الامعاء هو نقص في الوزن. اي واحد عنده نقص في الوزن اول حاجه كيفكر فيها هو انه عنده سوء امتصاص الامعاء. واحد الحاجه اللي تقدروا حتى هما تردوا لها البال ان البراز ديالكم، ردوا بالكم حتى الفضلات ديالكم، داك البراز كيكون دهني، كيكون مزيت، يعني دوك الدهون اللي غيستافد منها الجسم ديالكم كتبقى في الفضلات وما كيستافدش منها الجسم. شنو العلاقه ما بين سوء امتصاص الامعاء والقولون العصبي؟ فعلا كاينه علاقه بيناتهم، ان سوء الامتصاص هو اللي كيأثر على القولون، هو اللي كيخليكم تصابوا بقولون العصبي. شنو كيوقع هنايا؟ ان جدار الامعاء الدقيقه ما كيمتصش كل العناصر الغذائيه كيف ما قلنا، الدهنيات، البروتينات، السكريات، الفيتامينات، وكيبقاو وكيمشيو لينا الامعاء الغليظه، وبالتالي هنايا كتقدروا تصابوا بالقولون العصبي، يعني كيوقع التهاب في القولون وكتصابوا بالقولون العصبي. الا لاحظتوا هاد الاعراض هادو عندكم، يعني شفتوا راسكم انكم نقصتوا في الوزن، عندكم الحريق في كرشكم، بعد ما كيجيكم اسهال، ان البراز ديالكم دهني، الا لاحظتوا هذا الشيء هذا ضروري غتوجهوا عند طبيب اختصاصي في الجهاز الهضمي. اول حاجه الطبيب غادي يدير لكم واحد الكونسلطاسيون، واحد التشخيص، وغادي يشوف فين عندكم الالام، شنو هما الاعراض اللي عندكم، واش كتعانيوا من هذا المرض هذا. ثاني حاجه غادي يعطيكم واحد التحاليل ديروهم، تحاليل ديال الدم وتحاليل ديال البراز ديال الفضلات ديالكم. تاخذوا واحد ياخذ لابوغاتوار واحد العينه من داك البراز، وكنشوفوا الكميه ديال الدهون اللي كاينه في داك البراز. الا كانت كميه كثيره ديال الدهون في الفضلات ديالكم، هنايا راه تيكون عندكم فعلا سوء امتصاص الامعاء، يعني الامعاء ما تيخليوش دوك المواد الغذائيه اللي غيستافد منها الجسم ديالكم تدوز للدم. رابع حاجه اللي هي كتساهم في التشخيص وهي ليكوغرافي، التلفازه. ضروري كتعملوا تلفازه باش الطبيب كيزيد يدقق ويشخص المرض ديالكم. وهنايا كعلاج الطبيب ديالكم تيعطيكم علاج، تيكون علاج عباره عن ادويه ونظام غذائي اللي يكون متوازن. ضروري راه هادشي كامل كيجي من النظام الغذائي الغير متوازن. هنا ضروري تنظموا الغذاء ديالكم، غذاء يكون متوازن، فيه الدهنيات، فيه البروتينات، فيه تاخذوا الخضار، تاخذوا الفواكه، تاخذوا خبز ديال الشعير ولا الخبز ديال القمح. وكيف ما شفتوا هنا وصلنا لنهايه لا فيديو. كيف ما شفتوا موضوع مهم بزاف، لان بزاف ديال الناس مساكن كيعانيو من نقص الوزن ولا كيعانيو من زياده الوزن وما كيعرفوش السبب علاش. فالسبب هو سوء امتصاص الامعاء. وكيف ما شفتوا بان الحل ديالو سهل، فهو العلاج كيكون سهل، عباره عن نظام غذائي متوازن، وتيكونوا ادويه، وتيكونوا الطبيب كيوصف لك مكملات غذائيه. دوك المكملات الغذائيه ما تاخذهمش بوحديتك، ضروري الطبيب هو اللي يوصفهم لك، وهكا ان شاء الله كتعالج وكتبرا وكتكون بصحه جيده. كنقول لكم بسلامه، الى اللقاء. ما تنساوش تجمعوا الفيديو، ما تنساوش التعاليق ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه. كنقول لكم بسلامه. وصراحه الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم هو اللي كيشجعني نزيد انني نتفاعل معكم. كنقول لكم بسلامه، كنبغيكم بزاف. الى فيديو مقبل ان شاء الله من الاقتراحات ديالكم ومن الاسئله ديالكم.